اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين وكل عام وانتم بخير. رمضان كريم عليكم يا حبايبي. معلش بقى اذا انا ما صورتش معاكم حاجة ولا عملت لكم حاجة من اول رمضان لان كان في ظروف، والحمد لله الحمد لله. نبدأوا بقى نعمل لكم الحلويات بتاعة رمضان، الكنافة والقطايف، ونبدعوا بقى في رمضان يا حبايبي. كل سنة وانتم طيبين ونصلوا على الحبيب قلبنا يطيب. ويلا اللي مشتركش عند ام حنين يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصل له كل جديد. ويا ريت يا ريت يا ريت فضلا وليس امرا يا حبايبي، اذا عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والاشتراك في القناة وكومنت جميل منكم كده عشان ترفعوا لي الفيديو. هنعمله النهارده ايه يا حبايبي؟ بقى مع بعض هنعمله النهارده كنافة سهلة جدا واقتصادية ومش مكلفة خالص. انا دولت حوالي ربع كيلو من الكنافة، مش كتير. تمام، ربع كيلو من الكنافة نحطهم كده في الكبة بتاعتنا ونحط عليها معلقة من السمنة، وهنضربهم ضربة حلوة كده في الكنافة عشان خاطر نضربوها ضربة حلوة في الكبة، معلش علشان خاطر آه، تتفرق معانا كده بالسمنة كده يا جماعة. بصوا بتبقى سهلة جدا ومش متعبة ومش مكلفة، زي ما قلت لكم دي كنافة اقتصادية وممكن أي حد يعملها في قلب بيته من غير ولا تكاليف ولا مصاريف ولا أي حاجة. ضربنا كده يا حبايبي بقى الكنافة في الكبة بالسمنة زي ما قلت لكم. انا لا بسيح سمنة يعني، بصوا كل طريقة بيبقى لها ايه حاجة. صينية الكنافة دي يا جماعة مش هسيح لها السمنة، انا هحط السمنة في قلب الكبة وهي الكنافة بتتفرم هتت... هتتعمل بالسمنة. يعني كله هيتضرب في بعضه، انت هتشوفوا دلوقتي. وطالعة ناعمة وطالعة جميلة معايا وكلها متعصة سمنة. هي ماسكة ببعضها كده من السمنة، بس انا عايزاها تبقى كده. انا ضربت كده كمية الكنافة اللي كانت معايا كلها زي ما انتوا شايفين، هي كده فيها سمنتها ماشي. دهنين الصينية حتة سمنة بسيطة. هجيب شوية كنافة من اللي احنا عاملينها دي، زي ما انتوا شايفين الكنافة ناعمة جدا يا جماعة، معمولة بالسمنة متعصب بالسمنة. يعني الطريقة في ضربها في الكبة سهلة جدا 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 وبتساعد معاكي في حاجات كتير. وزي ما قلت لكم حشوتها بسيطة جدا، ممكن أي حد يعملها في قلب بيته. بسيطة جدا 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 يا جماعة. ممكن ما عندكيش حشوة أساسا ممكن تعمليها كده من غير حشوة خالص. يلا نصلوا على الحبيب قلبنا يطيب ونصلوا على النبي. ومتنسوش يا جماعة لايك حلو من ايديكم كده للفيديو عشان ترفعوه، وكومنت جميل ومشاهدة للآخر عشان تستفادوا بالفيديو. أنا استفاد يا حبايب قلبي. القناة واقعة خالص وعايزة أكبرها بيكم. ماشي يا حبايبي، يلا نصلي على الحبيب ونخش على الفيديو بقى ونكمله. إيه، أنا حطيت كده نص كمية الكنافة في الصينية وعملت لها حرف من الآخر كده يا جماعة، من حوالين الصينية أنا عاملة حرف عالي أهو زي ما انتوا شايفين. تمام، علشان خاطر بيبقى مغطي على الكنافة، ما تبقاش عاملة حز في النص كده ممكن الحشوة ولا حاجة تقع منها. ديت بتبقى عاملة حرف كده حلو. هكبسها زي ما انتوا شايفين كده جامد. اهم حاجة يا جماعة الكنافة تكون متكبسة جامد. ديت بقى معايا ده سوداني، انا ضرباه في الكبة مجروش، سوداني مجروش ناعم كده زي ما انتوا شايفينه. انا عايزاه ناعم. هنرشه كده في نص الصينية زي ما انتوا شايفين. ماشي يا حبايبي. وبعد كده هنجيبه بقى ايه شوية جوز الهند. انا بحب يعني طريقة الصينية دي بحاجات بسيطة، بحب الحشوة بتاعتها تبقى حشوة بسيطة. هي شوية جوز الهند وشوية السوداني وبس على كده يا حبايبي. انت حابة بقى تحطي زبيب، تحطي عندك مثلا قمر الدين، عندك قمر الدين، عندك مشمشية، عندك حاجات من دي عايزة تحطها في النص برضو بتطعمها. تمام، ما عندكيش زي ما قلت لكم انا عاملاها بالحشوه البسيطه دي. ماشي يا حبايبي، هنجيبه بقى ايه النص التاني اهوت بتاع الكنافه بتاعتنا متغرقه بالسمنه زي ما انتوا شايفين. ما شاء الله عليها طالعه تحفه يا جماعه، والطعم والريحه ما شاء الله. هنجيبه بقى نص الكنافه ونفردها زي ما انتوا شايفين كده. وبرضو هنكبسه فيها، انا عايزاها مكبوسه جدا، مش عايزاها تبقى مهويه ولا تبقى سايبه من بعضي. عشان خاطر الكنافة مفرومة ومعمولة بالسمنة لازم تتكبس كبسة حلوة يا جماعة. كده نزلنا بإيه بنص بقى الكمية اللي احنا كنا سايبينها في الصينية زي ما انتوا شايفين كده. وهبدأ ان انا افرطها كده في الصينية عشان ما تبقاش فيه حاجات مكلكعة، تبقى كلها سوي واحد.
يلا نصلي على الحبيب قلبنا يطيب يا حبايبي، ويلا رمضان كريم علينا وعليكم، وربنا يجعله علينا باليمن واليسر والبركات. تعالوا بقى يا حبايب قلبي، تعالوا نشوفوا بقى الصينية هنعمل فيها ايه. الصينية زي ما انتوا شايفين كده بقى، هكبس فيها كده. انا عايزاها تبقى ماسكة ببعضها كلها كده تمام يا حبايبي، بقى ما فيهاش اي تعب ولا اي تكلفة ولا اي حاجة خالص. كده انا سبتها حطيتها في الفرن وسبتها تهدي شوية. هنزل عليها بقى بكوباية عسل زي ما انتوا شايفين كده. يا على الريحة وعلى الطعامة. بصوا كانت طعمة طعام يا جماعة، ومش مكلفة واقتصادية. وممكن تستغنى عن الحشوة وتعمليها زي نفس اللي انا عملته كده بس بدون حشوة. بتطلع معاكي تحفة تحفة كأنك جايباها من بره بالظبط. واحسن حاجة ان هي اقتصادية مش مكلفة يا جماعة، مش مكلفة خالص. هسيبها بقى تشرب الشربات بتاعها كده، والشربات ينزل في قلبيها وتتملى من الشربات كده يا حبايب قلبي. وهنقدمها لكم دلوقتي بقى وتشوفوها بعد ما ايه وهي بتتقطع. ده يا جماعة بقى ايه سوداني. سوداني انا عاملاه بديل الفستق. تمام، هبقى اعمله برضو معاكم في فيديو واقول لكم انا عاملاه ازاي. ده سوداني بديل الفستق يا حبايب قلبي. هنزينه بحاجات بسيطة كده تدي بس شكل ايه للكنافة بتاعتنا كده، شكل حلو. ماشي يا حبايبي. يعني انا مش عايزة ان انا مثلا طعم، لا انا بزينها كده كمنظر حلو ايه لشكل الكنافة. وادي الكنافة بتاعتنا طالعة لونها الذهبي الجميل اهوت يا حبايبي، ما شاء الله عليها. وطرية جدا، والشربات عملها كلها سهلة وبسيطة وتنفع. لو انت رايحة مثلا لو انت رايحة مثلا معزومة تاخديها هدية معاكي، حد جيلك في بيتك تعمليها، جايلكوا ضيوف هتعمليها. بصوا ما شاء الله عليها، سهلة وبسيطة واقتصادية، ما بتاخدش وقت، في 5 دقايق بتخلص معاكم. يا رب تكون بس الطريقة عجبتكم، وفضلا وليس أمرا يا حبايبي، إذا الفيديو عجبكم وطريقة الكنافة عجبتكم ما تنساش اللايك والكومنت الجميل من إيديكم الحلوين، وتشاهدوا الفيديو للآخر علشان خاطر أنا أستفاد وأنتوا تستفادوا. طريقة سهلة وجميلة وبسيطة جدا يا جماعة، يا ريت تجربوها. ويا رب كده أكون أنا بعمل حاجة انتوا تكونوا بتستفادوا منها يا حبايب قلبي. ويا رب الكنافة تكون عجبتكم والطريقة تكون عجبتكم، سهلة وبسيطة مفيهاش أي تعب ولا أي مشكلة، في 5 دقايق بتخلصيها تقدميها لضيوفك وتأكل عيالك منها. حاجة كده سهلة يا جماعة ما شاء الله عليها. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي يا حبايبي، وبعد الأيام عليكم، رمضان كريم عليكم. ويا رب كده بالتوفيق للجميع وفي ازدياد من. بص يعني انا مش عارفه اقول لكم ايه بصراحه، بس يا رب كل واحد يتمنى اللي هو عايزه، وكل واحد ربنا يجبره ويتمنى له كل خير. ربنا كده يجازيكوا خير، وربنا يعوض على اي حد يا جماعة. ويا رب يكون الفيديو عجبكم وطريقة الكنافة عجبتكم، والطريقة سهلة وبسيطة يا حبايب قلبي. وقولوا لي بقى تسلم ايديك يا ام حنين، واللي ما اشتركش في القناة يشترك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي.